تعال اقول لك ازاي تقضي اجمد يوم في اسكندريه ب 100 جنيه وبس. لايك وفولو وصلي على النبي وخليك معايا لاخر الفيديو عشان هتنبسط. اركب مشروع من مكانك واطلع على المنشيه واسال على فهمي بتاع الجيلاتي، هتلاقيه في الشارع اللي في ظهر المحكمه. المنيو عنده كبير وهيحيرك، رز بلبن وكسكسي وام علي وايس كريم وميكسات. فهمي كانت رهيبه. طلبنا الاوردر بتاعنا واللي كانوا عباره عن ايس كريم ورز بلبن وام علي. ولو انت بتحب الايس كريم زي كده تكون في علبه، انصحك تجيب كونو فاضيه هتعجبك قوي. بالنسبه للرز بلبن كان طعمه جميل قوي، كان دسم والسكر بتاعه مظبوط على الشعره. اما الايس كريم بصراحه كان عجبني جدا، احسن كتير قوي من اماكن تانية بتعمل اختراعات وافتكاسات ومكسات ويعتبر كل حاجه على الفاضي يعني. ولكن الايس كريم عند فهمي كانت طبيعي، كل حاجه طبيعي، ما فيهاش اي حاجه صناعي خالص. انا بحب الايس كريم يكون مانجا وشوكولاته، والاتنين عجبوني احسن من بعض. مع الكون الفاضيه ما اقولكوش كانت في حته تانية.